لسه ما كملش 16 سنة بس قدر يعمل اختراع يقلب بيه العالم كله وب 300 جنيه بس. عمر البحيري طالب في تالتة ثانوي اخترع جهاز قلب الدنيا حرفيا علشان يراقب جودة المياه من أول ما تدخل البيت، علشان يعرف إذا كانت صالحة للشرب ولا محتاجة تنقية، ولو فيها مشكلة بيحولها تلقائيا على الفلتر، ولو المية حالتها صعبة بيأهلها الأول علشان تبقى قابلة للمعالجة. العبقرية هنا مش في الفكرة لكن في التنفيذ. الجهاز تكلفته بسيطة جدا، اقل من 300 جنيه وبخامات موجوده في كل بيت، وعلشان كده الاختراع ما وقفش عند البيوت بس، ده كمان بيخدم الزراعه، لان الجهاز يقدر يحدد اذا كانت المياه مناسبه للمحصول ولا لا، ولو فيها ملوحه او تلوث بينبه المزارع قبل الري، وده بيحمي محاصيل كامله من التلف، خاصه في الاراضي الواسعه والمياه الجوفيه. بس المفاجاه ان عمر حصل على المركز الاول على مستوى الوطن العربي وافريقيا كمان في معرض انتل للعلوم والهندسه اسف بجائزه عالميه كبيره، وهو لسه طالب في ثانوي. ودلوقتي قول لنا رأيك في اختراع عمر البحيري.